ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فطار لحبايبي اللي كانوا مشرفيني. هنا معانا بقى بندمس فول. جبت فوالة وحطيت فيها مية. اول ما غلت كنت انا طبعا غاسله الفول، نزلت بالفول على طول في قلب المية المغلية. هنا كان غلي بقى خلاص، المية غلت. اول ما يغلي كده نبدأ بقى نهدي النار بتاعتنا شمعة، ونسيبه بقى يستوي على نار هادية خالص، نفس نار الشمعة كده. بعد ما غلى حوالي نص ساعة هنزل عليه بمعلقتين عدس مغسولين. ده معانا نص كيلو فول، خد معلقتين عدس مغسولين. هنا بقى هنشوف معانا الفول استوي ولا لا. دي كده كان بعد 3 ساعات بالظبط. هبدأ اشوفه بقى معاكم استوي ولا لا. شوفوا قد ايه اللون بتاعه فاتح وجميل. طبعا ما فيش احسن من الفول المتدمس في البيت. بصراحة انا بقالي فترة كبيرة مش بشتري فول، بدمسه وبعمله اكياس وبحطه في الفريزر، واول ما بيخلص بعمل جديد. هنا كنت بختبر الفول اشوفه استوى ولا لا، لقيت لسه عايز تكه كمان. انا بحبه مستوي. اشتري بقى فول ودمسيه واعمليه في بيتك، بصراحه هيفرق جدا ومبياخدش اي وقت ولا اي مجهود. جنب وانت بتطبخي كده هيكون اتدمس. هنا بقى كنت بشوف الفول تاني مره استوي ولا لا. هو هنا الفول خد معايا 3 ساعات ونص بالظبط سوا. هنا بقى هعمل التسبيكة بتاعة الفول. جبت طاسة، حطيت فيها معلقتين زيت، وحطيت فيها بصل مقطعه مكعبات. اول ما بدأ يتشوح كده حطيت عليه فص ثوم وشوحته معاه. نزلت عليه بطماطم مكعبات وقرن شطة مكعبات، وهنزل بقى عليه بالتوابل ملح وفلفل اسمر وكمون ورشة كزبرة بسيطة، وهقلبهم بقى واديهم معلقتين 3 مية كده واسيبهم بقى يتسبكوا. هنا بقى غطيت عليهم وسبتهم يتسبكوا. هنا بقى كانت التسبيكه خلاص اتسبكت معانا. هنبدا بقى ننزل بالفول اللي احنا عملناه مع بعض. شايفين قد ايه اصلا لون الفول فاتح وجميل؟ الفول بتاع بره اغلبيته بيبقى غامق. هجيب بقى هرست الفول كده وهبدا اهرسه. هنا اهو بقى كان الفول خلاص كده بقى جاهز معانا. وهنا بقى الفطار بتاعنا كله جاهز. عملت فول واللي اشتريت طعميه وحمرت بطاطس وعملت بيض باللانشون وعملت حطيت جبنه فيتا وجبنه كيري. وهنا كان عندي طبق مسقعه بايت سخنته ولانشون والخيار المخلل اللي انا محدقاه مع الشطه. وهنا جبت كيس شيبسي. وكان فطار بصراحه جميل. تسلم ايدي. لو عجبكم بقى الفيديو ادعمونا بلايك وكومنت وسبسكرايب، واستنونا في فيديو جديد مع مطبخ سومة.